الفيديو ده النهاردة لكل ست حاسة بالقهر وحاسة بالوجع وحاسة انها مكملة في حياة هي مش حباها. لا، بقولك انتي اسمعيني، انتي مش مقهورة، انتي ست جدعة قوي، انتي ست صبورة قوي، انتي ست مقاتلة ومحاربة في حياة. انتي للأسف اتحطيتي فيها غصب عنك، واتحطيتي مع شريك أناني، واتحطيتي في وضع ظروفك مش مساعداكي ان انت تاخدي قرار بالانفصال، سواء ظروف مادية او الولاد او whatever ايه الوضع بالظبط. انا مش عايزاكي تحسي بالقهر، عايزاكي تحسي ان انت مقاتلة وقوية. مش اي واحدة تقدر تكمل تحت الظروف دي. الست شوية اللي بيبقى عندها الأنا عالية، دي الست دي على طول بتقول لا مش هكمل، وبتعلي مصلحتها عن أي حاجة تانية. لكن الحقيقة انتي عليتي مصلحة الأسرة وولادك وحياتك على الوجع اللي جواكي. ربنا هيحاسبنا في الآخر، وثقي تماما إن ربنا ما بيضيعش عنده الحقوق. حقك عند ربنا محفوظ، حقك هيرجع لك في الدنيا وهيرجع لك في الآخرة. وصدقيني الأيام هتثبت لك ده. واوعي تحسي إن انتي مقهورة، انتي صابرة ومحتسبة لوجه الله، حتى لو ظروفك هي اللي خلتك كده. الحقوق عند ربنا ما بتروحش، والصبر عند ربنا تمنه غالي قوي، وهو الوحيد اللي خلى مكافأة الصابرين عنده وما أعلنهاش. انتي ست مقاتلة، شابو ليكي بجد.